شركات كتيره جدا بتفشل عشان سبب من الاثنين، يا اما هم في فعلا مشكله موجوده في السوق بس هم حلوها بشكل غلط، او هم قرروا يعملوا حل لمشكله اصلا مش موجوده او الناس مش عايزه تدفع في حل المشكله دي. فالبروبلم سولوشن فيت من الحاجات المهمه جدا ان انت لازم تتاكد ان انت حققتها في الاول عشان تبدا تبني شركتك. ايه الستبس اللي احنا محتاجين ناخدها عشان نحقق البروبلم سولوشن فيت؟ اول حاجه خالص هي انك لازم تديفلوب الكاستمر بيرسونا او تبني شخصيه العميل بتاعك. انت محتاج تعرف مين العميل اللي انت بتستهدفه وانهي مشكله اللي انت بتحلها له. تاني حاجه محتاج تركز على حاجه اسمها الايرلي ادوبترز. الايرلي ادوبترز دول اول عملاء للشركه بتاعتك، يعني دول الناس اللي اول مثلا لما بتنزل ابلكيشن دول كام اول داونلود كده في الاول، فمحتاج تركز عليهم قوي وتتعرف عليهم وتعرف ايه البرايسنج المناسب ليهم، ايه احسن شانلز او احسن طريقه توصل لهم بيها، ايه مثلا فور اكزامبل الاستراتيجي الصح عشان الكاستمرز اللي جايه بعد كده. عشان تتعرف على العميل بتاعك كويس قوي في حاجه اسمها كاستمر انترفيوز بتتعمل. الكاستمر انترفيوز دي ببساطه بتعرف كل حاجه عن الكاستمر بيرسونا بتاعتك، المشكله بالظبط، البينز اللي العميل ده بيواجهها، ايه الطرق الصح ان انت تحل المشكله بتاعتهم. فانا بقترح ان لو انت فعلا انترستد انك تعمل كاستمر انترفيوز انك تقرا كتاب اسمه ذا مام تيست. الستيب اللي بعد كده عشان تحقق البروبلم سولوشن فيت هي انك يبقى عندك ميزه تنافسيه واضحه، فدي ممكن تاخد وقت عشان تتعمل، ممكن يبقى عندك اكتر من ميزه تنافسيه، بس محتاج تتاكد ان فعلا الفاليو اللي انت بتقدمه هو اللي الكاستمر بتاعك محتاجه. اخر ستيب خالص هو ان لازم يبقى عندك كونسبت التحسين او كونسبت الامبروفمنت، يعني كل شويه محتاج تقابل العملاء تشوف هل في طريقه ان انا ممكن احسن بيها البرودكت او السيرفيس بتاعي ولا لا. ده ان شاء الله هيوصلك ان انت تاتشيف البروبلم سولوشن فيت.